تخيل تكون اقوى ساحر في العالم، بس تقرر تنهي حياتك وتتجسد من جديد علشان حاسس انك لسه مش قوي كفاية. ده بالظبط اللي عمله بطلنا، بس الصدمة لما صحي بعد آلاف السنين لقى ان اقوى ختم سحر كان بيدور عليه العالم كله دلوقتي بيعتبره اضعف ختم. ازاي حكيم اسطوري هيتعامل مع عالم نسي يعني ايه سحر بجد؟ كبر الشاشة وركز معايا علشان الحكاية فيها عظمة. القصة بتبدأ مع بطلنا جايوس. ده ما كانش مجرد ساحر، ده كان اقوى حكيم في العالم وحرفيا وصل للقمة. بس جايوس كان عنده عقدة مسببة له مشكلة. في عالمهم اي حد بيتولد بياخد ختم سحري من 4 انواع، والختم ده بيفضل معاك طوال حياتك ومستحيل يتغير. جايوس كان عنده الختم الاول، وده ختم عظيم في الصناعة والابتكار، بس في القتال المباشر والمعارك كان ضعيف جدا ومداه قصير. جايوس كان مهووس بالقوة، وكان طموحه يوصل لأعلى ليفل في القتال المباشر، وعلشان يعمل كده كان محتاج الختم الرابع المخصص للقتال والتدمير. ولأن الختم ما بيتغيرش، الراجل ده خد قرار مجنون، قرر انه ينهي حياته بتعويذة تجسد سحرية من ابتكاره هو، علشان يتولد من جديد في المستقبل على امل انه ياخد الختم اللي بيحلم بيه. وفعلا بتنجح التعويذة وجايوس بيتولد من جديد بعد آلاف السنين كابن ثالث لعائلة نبيلة، وبياخد اسم ماتياس. واول حاجه بيعملها وهو طفل رضيع انه بيبص على ايده، والمفاجاه لقى الختم الرابع مرسوم عليها. فرحته ما كانتش سايعاه، اخيرا حلمه اتحقق. بس الفرحه ما تمتش يا صاحبي. ماتياس بيكتشف ان العالم اللي اتولد فيه ده مستوى السحر فيه انحدر لدرجه مرعبه، والناس نسيت السحر الحقيقي وبقى بيستخدموا تعاويذ ضعيفه جدا. والطامه الكبرى الختم الرابع اللي هو ضحى بحياته علشان الناس في العصر ده بيسموه ختم الفشل او الختم الاضعف، وبيعتبروا اي حد بيتولد بيه فاشل وميؤوس منه. بعد ما صاحبنا كبر شويه وبقى عنده 12 سنه قرر يسيب قريته ويطلع على العاصمه علشان يلتحق باكاديميه السحر الملكيه الثانيه. وهو في الطريق بيحس ان في وحش بيقرب منهم، ولما بيقول لسائق العربه ما بيكونش مصدق ايه اللي هيجيب وحش هنا. ولكن المفاجاه بيظهر الوحش وبيهجم عليهم، بس في اقل من ثانيه ماتياس بيكون مخلص عليه، والراجل بيكون مذهول من اللي حصل. المهم بيوصل للعاصمة الملكية، وهو في الطريق بيدخل واحدة من ورش الحدادة علشان يشوف السيوف، وهناك بيقابل البنت دي اللي اسمها أرما. كانت معاها سيف مسحور بتاع صديقتها. السيف اتكسر لما صديقتها كانت بتحاول تحميها، فبتطلب من الحداد يصنع لها سيف تاني مسحور. وزي ما قلنا ان السحر في الوقت ده بقى ضعيف جدا لدرجة ان صنع سيف مسحور بيكون صعب جدا. وهنا بيتدخل ماتياس وبيعرض مساعدته، وبيقول انه يقدر يصلح السيف، وطبعا الراجل بيقلل منه بسبب علامة الفاشل اللي عنده. بس البنت بتقرر انها تثق فيه، وفي الوقت ده بتوصل صاحبتها لوري وبيبدأ ماتياس انه يصلح السيف، وبالفعل بيقدر بكل سهولة يصلحه، وبيخليه اقوى باضعاف لدرجة انه بمجرد ما بيلمس الترابيزة بيقطعها. كلهم بيترعبوا بيقولوا انت مين يا ابني وازاي قدرت تعمل كده؟ وبعد كده بيروحوا علشان الاختبار لدخول الاكاديمية. في البداية بيكون في اختبار عملي، واللي بيكون عبارة عن مبارزة مع المسؤولين. لوري بتقدر تهزمه باستخدام السيف بكل سهولة، وبعد كده بيجي دور ماتياس اللي بيقع مع قائد الفرسان جيل، اللي بيكون عارف ابو ماتياس واللي المفروض انه شخص قوي جدا. وغير كده لما بيعرف ان ماتياس هو اللي سحر سيف لوري بيقرر انه يواجهه بنفسه، لان المسؤول هيكون ضعيف قدامه، فبيقول وريني قتال جيد وانا هخليك تجتاز الاختبار بالكامل. ده على اساس انه هيعمل حاجة يعني. ولكن ماتياس بيهجم عليه وبحركات قليلة جدا بيقدر بسهولة انه يخلص القتال ده بكل سهولة. بعد كده الاستاذ بيطلب من الطلاب يضربوا الهدف ده. كل طالب بيقعد يتمتمه بتعويذ طويلة ومملة، واللي ماتياس بيعتبرها تخلف سحري، لان القاء السحر المفروض يكون بدون كلام او تعويذ طويلة. بيجي دور ماتياس، ومن غير ما ينطق حرف واحد بيضرب الهدف بقوة مرعبة لدرجة ان المكان نفسه بينفجر. المدرسين والطلاب بيقفوا مذهولين، ازاي عيل عنده ختم الفشل يقدر يعمل الكارثة دي؟ طبعا بيتقابل في الاكاديمية بكل سهولة. بنعرف بقى ان في الاكاديمية الاولى والاكاديمية الثانية. الثانية دي اللي فيها ماتياس بتكون لعامة الشعب وما فيهاش تفرقة. الاولى بقى بتكون للنبلاء، وكل اكاديمية بتنافس الثانية. المهم بعد ما المدير بينهي خطابه
بيستغربوا عن الفرق بينهم بيطلب من ماتياس انه يروح لمكتبه. ماتياس بيكون خايف من ردة الفعل على اللي عمله وما بيكونش فاهم هو عايزه ليه، ولما بيدخل عنده بيقوله انت هزمت قائد الفرسان واستخدمت الترنيم الصامت في الاختبار، وبنعرف انه كان عاوزه اصلا علشان يطلب منه مساعدة، واللي بتكون بخصوص طريقة الترنيم اللي بيستخدموها الطلاب. بنعرف بقى ان طريقة الترنيم الصامت ما بقتش موجودة في العالم ده، لدرجة ان مفيش شخص واحد في المملكة يقدر يستخدمها، بس هما في الاكاديمية كانوا بيحاولوا يرجعوا الطريقة دي ويعلموها للتلاميذ، ولكن في عائق واحد قدامهم، واللي بتتمثل في الاكاديمية الاولى اللي بتكون مدعومة من النبلاء بسبب نجاح ابحاثهم، واللي بتكون موجودة في الكتاب ده. واول ما ماتياس بيقرأ بيكتشف ان كل المعلومات اللي فيها عن الترنيم العادي والترنيم الصامت مرفوض، والطريقة الوحيدة علشان ياخدوا الموافقة منهم هي المشاركة في المسابقة السنوية المشتركة بين الاكاديميتين واظهار قوة الترنيم الصامت عن طريق هزيمتهم. وبيطلب من ماتياس انه يعلم المسؤولين والطلاب طريقة الترنيم الصامت علشان المسابقة. بيوافق ماتياس وبيبدأ بالفعل يدربهم على استخدام الترنيم الصامت، بس ماتياس ما بيكونش عارف ايه السبب في تراجع السحر بالشكل ده. وبعد شهر بيجي وقت المسابقة، وبنعرف ان في اشخاص اقوياء اسمهم المختارون السحريون بيشاركوا بجانب الاكاديمية الاولى، ولكنهم بيشاركوا في الاوقات الحرجة فقط. وبالفعل بيستشعر ماتياس وجود واحد منهم في المكان، وبيقول ان الشخص ده اقوى من ماتياس ب10 اضعاف، فبتقول له ارما ان ده بيعادل قوة شيطان. ولما ماتياس بيسمع ده منها بيسألها هي الشياطين معادية للبشر صح؟ فبتقول له ايوه، هم التهديد الاكبر للبشرية، لدرجة ان لو اتحد سحرة البلاط الملكي مع بعض مش هيقدروا يهزموا واحد من الشياطين دول. بيفهم ماتياس ان ممكن يكون اللي بيحصل ده بسبب الشياطين اصلا. ولما بيدخل ماتياس بيقابل واحد من المختارين اللي بيبدأ يستهزأ بصاحبنا ويقلل منه، وده طبعا بسبب العلامة اللي معاه. والصدمة ان ماتياس بيكتشف ان الشخص ده شيطان خافي هويته الحقيقية. الاتنين دول بيهجموا عليه ولكن بيخلص عليهم في لحظة، لدرجة ان الشيطان بيترعب وبيغلط غلطة بتكشفه، وهي استخدام السحر من غير ترنيم، واللي المفروض ان الاكاديمية دي بتمنعه. ماتياس بيهجم عليه فورا باستخدام خبرته السابقة بنقاط الضعف للشياطين، ولكنه بيتفاداه. وبيعرف ماتياس في الوقت ده ان السبب في تراجع استخدام الترانيم هم الشياطين نفسهم اللي اتسللوا بين البشر وبدأوا في تحريف التعاويذ لإضعاف البشر، وخلوا العلامة الرابعة علامة الفاشل الأضعف. ماتياس بيلغي التعويذة اللي عليه علشان يظهر بشكله الحقيقي قدام الكل. بيحاول يهرب من المكان، ولكن ماتياس بيكون عارف نقاط الضعف عندهم وبخبرته بيخلص عليه، وهو بيقول انه ما كانش متوقع يلاقي شياطين في الأكاديمية، لأنه لما كان جايوس خلص عليهم لدرجة انهم كانوا قربوا يوصلوا للانقراض. بعد الانتصارات اللي حققها ماتياس في الأكاديمية، ماتياس بيقعد مع الملك وبيفجر له مفاجأة من العيار الثقيل، وبيكشف له ان التدهور المرعب اللي حصل في مستوى السحر عند البشر في الكام ألف سنة اللي فاتوا دول ما كانش صدفة ولا تطور طبيعي، بل دي خطة ممنهجة ومؤامرة خبيثة من الشياطين نفسهم. ماتياس بيفهم الملك ان الشياطين اتسربوا وتغلغلوا جوه المجتمع البشري من زمان جدا، وبدأوا ينشروا معلومات غلط عن السحر. يعني مثلا اقنعوا الناس ان السحر اللي بيحتاج ترتيل او قراءة تعاويذ طويلة هو ده السحر الاقوى، في حين ان الترتيل ده اصلا نقطة ضعف وبطيء في المعركة. والاهم من كده ان الشياطين طلعوا اشاعة ان الشارة الرابعة هي اضعف شارة، في حين انها في الحقيقة هي اقوى شارة قتالية على الاطلاق. كل ده عملوه علشان يضعفوا البشر بالبطيء، ولما يجي الوقت المناسب يلاقوا البشر لقمة سائغة ويسهل احتلالهم. الملك طبعا بيكون مصدوم ومش مصدق ان كل التاريخ السحر اللي يعرفوه طلع عبارة عن كذبة شيطانية. الملك كان فاكر ان المشكلة اتحلت، لكن ماتياس بيصدمه تاني وبيقولوا ان الوضع اسوأ من كده بكتير، وان الشياطين لسه موجودين وبيمهدوا لضربة كبيرة احتمال حدوثها بعد 3 شهور، وده وقت قليل جدا. وعلشان كده ماتياس بيقترح حل عبقري، لازم يبنوا حاجز سحري ضخم يغطي المملكة كلها علشان يحميها من اي هجوم شيطاني مفاجئ. بس علشان الحاجز ده يتعمل ماتياس بيطلب حاجة اسمها قطعة اثرية من الفئة الملكية، وكمان بيطلب مساعدة كل طلاب السنة التانية في الأكاديمية علشان يقدروا يمدوا الحاجز ده بالطاقة السحرية اللازمة ويثبتوه. فبيعينوا الملك كقائد للمعركة ضد الشياطين، وكمان بيعرض على ماتياس هدية مقابل الانجازات اللي عملها وقتل واحد
واحد من الشياطين. بس ماتياس ما بيكونش عاوز الهدية دي، وعينه بتكون على واحد من الدنجون اللي بيكونوا موجودين في المملكة. الدنجون ده بيكون مليء بالمواد الخام اللي هتساعده في المعركة القادمة مع الشياطين، فبيطلب من الملك حق انتفاع بالموارد دي. قبل كده كانت الممالك بتتحارب علشان حقوق الدنجون اللي زي ده، بس دلوقتي البشر ما بقوش عارفين قيمته الفعلية، واللي بيفكر فيه ماتياس بيحصل، والملك بيوافق على طول، وبيطلب من الحارس ده انه يختار اي حاجة من الخزينة الملكية. هناك بيلاقي السيف ده اللي مفيش حد في الوقت ده عارف طريقة استخدامه، ولكنه بيكون سيف سحري صنعه هو بنفسه في حياته السابقة. وكمان بياخد القلادة دي اللي بتعزز الخبرة اللي بياخدها من قتل الوحوش. ودلوقتي هدفه انه يروح الدنجون علشان يجمع الموارد اللي هو محتاجها، فبياخد معاه ارما ولوري في المجموعة بتاعته علشان يدربهم بالمرة. الما بتتدرب على استخدام الاسهم، ولوري على صناعة المعدات والقتال بالسيف، وكمان بيعلمهم طريقة استخلاص المواد الخام من الدنجون نفسه. بعد كده بيقول لهم انتم دلوقتي جاهزين علشان نروح للطابق العاشر. وهم في الطابق العاشر بيطلع لهم وحش شرس اسمه الكلب القاتل. ماتياس بيقرر انه مش هيتدخل ويسيب لوري والما يواجهوا الوحش بنفسهم، وبالفعل باستخدام اللي اتعلموه بيقدروا بسهولة انهم يخلصوا على الكلب القاتل بعمل جماعي رائع. بعد كده بيقرر ماتياس يعمل لهم مكان زي مخيم ليهم بيكون عبارة عن حاجز علشان الوحوش ما يهجموش عليهم. وكمان بيكتشف غرفة الزعيم اللي بيكون قوي جدا، ولكنه بيقرر انه هيستخدم خبرته ويواجهه بكل اللي عنده. في البداية بيفضل غرفة من الوحوش الضعيفة اللي فيه علشان يظهر الزعيم، واللي اسمه ثعبان الارك. ضربة واحدة منه ممكن تخلص على صاحبنا بقوته الحالية، ده غير سمه اللي بيخلي الارض تتآكل. لكنه بيتحمس لان ده يعتبر اول تحدي حقيقي بالنسبة ليه، وبيبدأ يستخدم كل الاساليب الممكنة علشان يخلص على الثعبان ده. بيقدر يقطعه بسيفه، ولكن ده ما بيكونش كفاية، وده بسبب الحراشف الصلبة اللي عنده. فبيقرر يستخدم خدعة، وهي تحطيم حجر سحري وجمع كل الطاقة دي في سيفه. بعد كده بالقوة السحرية دي بيهجم على الثعبان وبيخلص عليه. في نفس اللحظة دي المشهد بينتقل لمكان تاني خالص. بنشوف اتنين من الشياطين موجودين في مكان بعيد، لكنهم بيحسوا بالانفجار السحري الضخم والموجة المرعبة من المانا اللي ماتياس اطلقها. لكن علشان الشياطين دول عندهم غرور اعمى ومقتنعين تماما ان خطتهم في اضعاف البشر نجحت، وان البشر بقوا مجرد كائنات ضعيفة، بيقنعوا نفسهم ان مستحيل الطاقة دي تكون طالعة من انسان. بيتجاهلوا التحذير ده تماما، وده طبعا هيكون الغلطة اللي هتكلفهم كتير. ماتياس بيرجع لوري والما بعد ما خلص على الزعيم، بس مش بيرجع وايده فاضيه. بيرجع وهو معاه الجثه الضخمه بتاعت وحش الزعيم اللي لسه قتله. البنات اللي كانوا لسه فرحانين ومبسوطين انهم قدروا يقتلوا كلب قاتل واحد بصعوبه، بيقفوا مبهوتين ومصدومين وهم باصين لحجم الوحش المرعب اللي ماتياس جابه معاه. التلاته رايحين نقابه المغامرين علشان يسلموا الغنايم اللي جابوها ويثبتوا كفاءتهم. موظفه الاستقبال بتبص لماتياس كده بنظره استهانه، وبتقول انت اكيد مجرد الشيال بتاع الفريق صح؟ بس ماتياس ما بيتكلمش كتير، افعاله هي اللي بترد. ماتياس بيستخدم سحر التخزين البعدي وبيخرج راس الثعبان العملاقه. اول ما موظفه الاستقبال بتشوف المنظر ده بتترعب. بعد ما بيتم معالجه الثعبان وبيخرجوا منه الادوات القيمه، بياخدوا المكافاه بتاعتهم. وهم في الطريق وفرحانين بالمكسب المرعب ده، فجاه الجو بيقلب وهاله من الرعب والضغط السحري بتملى المكان. بيظهر قدامهم اتنين من الشياطين المرعبين، شيطان اسمه ديشريل والتاني اللورد بتاعه اشريل. بس ماتياس ما بيهزرش، وبدل ما يخاف او يتوتر زي اي حد طبيعي، بيشوف ان دي احسن فرصه علشان يختبر قوه لوري والما في معركه حقيقيه على الموت. بكل ثقه وثبات ماتياس بيقسم المعركه، بيخلي لوري والما يواجهوا الشيطان ديشريل، وهو بياخد التقيل الزعيم بتاعهم اللورد اشريل. صاحبنا بيهجم عليهم فورا وبيسالوه لو كان هو اللي قتل الشيطان اللي اسمه ديفلس، فبيرفض يجاوب. وهنا بيبان الغرور اللي عندهم، وبيقولوا له حتى لو كنت انت ففي النهايه انت مجرد بشري. ولكن الموضوع ما بياخدش وقت كبير، وبيثبت لهم انه مش مجرد بشري عادي عن طريق تصدي لسحرهم بكل سهوله، وكمان عكس السحر عليهم. بعد كده بيبدا في تنفيذ الخطه. البنات بيسحبوا واحد منهم علشان صاحبنا يخلص على التاني. ماتياس واقف قدام اللورد اشريل. اشريل بيقرر يخلص على الحوار ويجيب الناهيه، فبيبدا يجمع طاقه سحريه مهوله علشان يعمل تعويذه دمار شامل يمسح بيها ماتياس من الوجود. بس ماتياس بعيون الحاكم الاعظم وخبره الاف السنين بيبص للتعويذه دي وبيحللها في جزء
جزء من الثانية. بدل ما ماتياس يرد بتعويذة كبيرة علشان يصد الهجوم، بيعمل حركة في منتهى الذكاء، بيطلق كرة نار صغيرة جدا بس موجهة بالملي لنقطة الضعف الهيكلية في التعويذة بتاعت اشريل، والنتيجة التعويذة المرعبة الضخمة بتاعت اشريل بتنهار وبتتفرتك في الهواء كأنها ولا حاجة. اشريل بيتعصب وبيهجم عليه بعشوائية، ولكن صاحبنا بيبهره عن طريق توقع تحركاته والرد بهجوم قوي عليه. ولما بيحاول ياخد مسافة ويهجم من بعيد، بيلاقي نفسه واقع في فخ ماتياس اللي كان عامل حسابه للحركة دي. اشريل بيحاول يستخدم تعويذة خفية كفرصة أخيرة يخلع بيها، بس ماتياس بيبطلها بمنتهى البرود وبيديله الضربة القاضية اللي بتنهي حياته فورا. بعد كده بيروح علشان يساعدهم ويخلص على التاني بكل سهولة في مشهد فخم جدا. الناس ما بتكونش مصدقة ازاي طالب يقدر انه يخلص على شياطين بسهولة كده، وفي الوقت ده بيقرر صاحبنا ينسحب علشان ما يلفتش النظر ليه. بعد كده بيروح للملك اللي بيشكره للمرة التانية على الانجاز الرهيب اللي هو عمله، واثناء ما بيتكلموا بيلاحظ ماتياس ان في حد بيتجسس عليهم. ماتياس برد فعل سريع زي البرق بيبعت موجة سحرية عكسية مدمرة في نفس خط تعويذة التجسس دي، وفجأة بيسمعوا صوت صرخة ألم جاية من الناحية التانية. الملك اللي كان واقف بيتابع الموقف وشه بيجيب ألوان والصدمة بتبان على ملامحه. بيتعرف على الصوت ده على طول وبيقول بصدمة ده صوت إيلي هارت. إيلي هارت ده القائد السابق لفرقة السحر الملكية، يعني راجل من أهم وأقوى الرجال في الدولة وموثوق فيه جدا. الصدمة كانت عنيفة، إن أهم راجل في السحر في المملكة يطلع خاين وشغال لحساب الشياطين من ورا ظهرهم. ماتياس بفضل قدراته بيقدر يحدد مكان إيلي هارت بالظبط في ثواني، وبيكتشف إنه مستخبي في قرية مهجورة وبعيدة جدا عن العاصمة. هنا بنقع في مشكلة كبيرة وعقبة في طريقنا. القرية دي بعيدة جدا، وماتياس الختم بتاعه مخصص للقتال القريب، يعني ملوش في سحر الانتقال لأن المسافات طويلة. لو سافروا عادي هياخدوا وقت طويل جدا، والشياطين ممكن يهربوا او يجهزوا هجوم تاني ومفاجئ. هنا بتيجي لماتياس فكرة مجنونة، بيقرر يروح يستدعي التنينة السوداء المرعبة ايريس. التنينة دي ماتياس كان واجهها من 5000 سنة ايام ما كان جايوس، واداها علقة موت خلتها تخضع ليه وتعرف مقامها. الفريق بيتحرك فورا ناحية جبل التنين العظيم، واول ما بيوصلوا ايريس بتظهر بشكلها التنين الضخم والمخيف جدا. المولوري كانوا ميتين من الرعب لان التنانين دي عبارة عن كوارث ماشية على الارض في الزمن ده. ايريس بتبدأ تحذرهم بصوت مرعب انهم يقربوا، بس ماتياس بيقف قدامها بكل ثقة وبيكلمها بالتخاطر السحري وبيكشف لها عن هويته الحقيقية. وفي لحظة حماسية جدا التنينة المرعبة دي بتتحول لكيان مطيع جدا، بتنزل راسها في الارض وبتعلن ولاءها التام لماتياس اعترافا بقوته الجبارة وتاريخه معاها. ولكن بيكون عندها مشكلة، وهو جناحها اللي بيكون متضرر بسبب كارثة حصلت قبل كده، فمش هتعرف تنفذ اوامر ماتياس علشان يروحوا للقرية. ولكن صاحبنا في لحظة بيكون مرجع جناحها تاني بسحر الشفاء الخاص بيه. بعد كده بتطير بيهم بسرعة رهيبة باتجاه القرية. القرية بتكون مليئة بالهالة المظلمة، وصاحبنا بيسجل دخوله عن طريق تدمير واحد من الحراس في لحظة واحدة. بعد كده بيقول ماتياس ان في شخصين في القلعة، واحد منهم هو إيلي هارت. بيتسللوا للداخل وما بيكونش فيه حد في المكان، ولكن ماتياس بيكون فاهم الخدعة وبيعرف ان ده كمين فورا. الشياطين موجودين ولكن بيستخدموا تعويذ التخفي، بس صاحبنا بيقدر يعرف مكان الشيطان عن طريق تعويذة اقوى بتكشف مكانه. الشيطان ده بيكون إيلي هارت نفسه، بيلغي التعويذة اللي عليه بعد كده بيهاجموه. الفكرة بقى ان الشيطان بيكون واثق ان اللي قدامه ده مش ماتياس الحقيقي اللي المفروض يكون ميت في العاصمة دلوقتي، وكمان مستحيل يوصل هنا بالسرعة دي. وبناء على ده بيكون فاكر ان اللي قدامه ده شخص مزيف وبيهجم عليه بعشوائية. ماتياس بيفضل يتصدى للهجمات بتاعته بكل سهولة وبيطلب منهم يضربوا عليه بالسهام. طبعا الغبي ده بيكون فاكرهم حشرات مزعجة، واللي بيعملوه ده مش هيجيب نتيجة معاه، فبيستمروا في الاطلاق عليه لحد ما بيلاقي نفسه فجأة بقى ضعيف وبيشعر بالخمول. وفي اللحظة دي بيفهم الخدعة، واللي بتكون واحدة من التقنيات اللي علمها لهم ماتياس. التقنية دي بتكون واحدة من نقاط الضعف عند الشياطين. الشيطان بيكون مصر وبيقول انا مش مصدق ان انا هخسر قدام واحد مزيف. بعد كده بيفجر طاقة رهيبة جدا وبيتحول لهيئة مختلفة، المفروض ان دي بتكون الورقة الرابحة للشياطين واسمها سوء الطالع، بس اللي بينفذها بيستخدم اخر قطرة من سحره وبعد كده بيموت. ولكن في المقابل بتزيد قوتهم السحرية والجسدية بشكل هائل. ولكن هدف الشيطان بيكون المولوري، لكنه بيتفاجأ انهم مجرد وهم، وصاحبنا بيضحك عليه وبيقول له هو ده الوهم لو عاوز تتعلمه، مش العبث اللي انت كنت عامله. وغير كده السحر ده كان مشبع بسم سحري
عليه مركز. ودي بتكون نهاية اليهارت اللي المفروض انه كان شخص قوي جدا. اللي حصل ده كان عبارة عن درس ليهم بيعلمهم فيه ازاي يخلصوا على شيطان، ولكن بعد كده بيقول لهم روحوا استنوني مع ايريس لحد ما اخلص على الشيطان التاني اللي موجود هنا. بس المفروض ان الشيطان ده مختلف عن اليهارت، علشان كده بيقول لهم يبعدوا من هنا. الشيطان ده بيكون في حالة ضبابية ومتخفف المكان، ولكن ماتياس بيجبره على الظهور. الشيطان طبعا كالعادة مغرور وشايف نفسه وبيقول لماتياس انا مش مصدق انك اجبرتني اظهر، جهز نفسك علشان هتموت دلوقتي. وبيهجم بسرعة رهيبة على ماتياس اللي بيتصدى ليه بسيفه، ولكن الشيطان بيقدر انه يقطع ايد ماتياس في لحظة مرعبة. ولكن استنى، كل ده كان خطة من صاحبنا اللي بيقدر عن طريق سحر الشفاء انه يرجع دراعه تاني. ولكن بالحركة دي وصل الشيطان ده لأعلى مراحل الرعب. الشيطان بيتحول في اللحظة دي لهيئته الضبابية، ولكن ماتياس بيلغي التعويذة بسهولة. والسبب هو ان ماتياس قدر يحلل طبيعة السحر للشيطان ده، وعن طريق ده فعل تعويذة تانية حطها عليه لما اصابه بالجرح اللي على ايده. التعويذة دي بتجبره يسحب السحر الفائض في محيطه علشان يوصله لمرحلة ينفجر فيها من كتر السحر. وماتياس بيسرع العملية عن طريق البلورات السحرية علشان في النهاية يتدمر الشيطان. وبسبب الانفجار ده بيظهر شيء اسمه عمود وريد التنين، اللي عن طريقه الشياطين كانوا ناويين توليد حشد من الوحوش، واللي عددهم تقريبا 5000 وحش من الطابق العاشر في الدماس. وبالفعل ده نجح، والحشد ده من الوحوش المفروض انه دلوقتي هيظهر في مكان قريب من العاصمة. بس ماتياس بيطمنهم وبيقول ان في طريقة للتعامل معاهم، بس هيحتاج مساعدة الأكاديمية. ولكن في مشكلة واللي هي ايريس، علشان ايريس تقدر تفضل مع ماتياس في العاصمة من غير ما تلفت الانتباه وتعمل رعب في المملكة كلها. ماتياس بيخليها تتحول لشكلها البشري وبيقدمها للأكاديمية التانية علشان تبقى طالبة معاهم، والمفروض انها هتخضع لاختبار قبول. ماتياس حذرها اكتر من مرة، يا ايريس احنا هنا بين بشر عاديين، حاولي تمسكي نفسك وما تستعمليش قوتك الحقيقية علشان ما حدش يشك فيك. ايريس وقفت وهزت راسها، بس زي ما انت متوقع السيطرة دي مش في قاموسها خالص. في ساحة التدريب بتاعة الأكاديمية ايريس واجهت قائد السيوف، واحد من المدربين اللي المفروض انهم اقوياء بمعايير البشر حاليا. ايريس بضربة واحدة المفروض انها خفيفة بالنسبة ليها طيرت المدرب في الهواء ودمرت ساحة التدريب كلها وخلتها حتت. الكابتن كان في حالة صدمة، مش مستوعب ازاي بنت صغيرة بالبراءة دي تطلع منها القوة الغاشمة دي. ماتياس كان واقف حاطط ايده على وشه وبيحاول يداري على المصيبة دي علشان ما يتفضحوش. المهم في النهاية بيتم قبولها في الأكاديمية غصب عنهم طبعا. ماتياس بيقرر انه لازم يبني حاجز سحري عملاق وقوي جدا يغطي المكان كله ويصد اي هجمات شيطانية. بس المشكلة هنا مش في قوة ماتياس، المشكلة في نوع السحر المطلوب. بناء الحاجز ده محتاج طاقة سحرية متخصصة جدا، والنوع ده من السحر بيحتاج ناس عندهم حاجة اسمها شارة المجد. الشارة دي هي الانسب للتعويذ الدفاعية وبناء الحواجز. ماتياس بيروح يتفقد الوضع في الدنجون او المتاهة الارضية اللي طلاب الاكاديمية الملكية التانية بيعملوا تنقيب فيها. هناك بيقابل ادوارد اللي بيقدم له تقرير مفصل عن الوضع. ادوارد بيقول ان المشكلة الكبيرة اللي بتواجههم هي نقص العمالة اللي عندها شارة المجد، لان الاكاديمية الملكية الاولى هي اللي محتكرة كل الطلاب اللي عندهم الشارة دي. طبعا ماتياس مش من النوع اللي بيستسلم، بيقرر انه يروح بنفسه الاكاديمية الاولى علشان يطلب مساعدتهم. بس زي ما انت عارف الاكاديمية الاولى دول ناس متكبرين جدا. ماتياس بيصطدم بمدير الاكاديمية الاولى اللي بيكون شخص غير متعاون ومغرور، وبيرفض في البداية انه يساعد الاكاديمية التانية، وبيقول انه مش معترف بنتيجة المواجهة الاخيرة بينهم بسبب تدخل الشياطين. فبيقول له ماتياس طيب ايه رأيك نعيد المسابقة دي بينا والخاسر ينفذ اللي هيطلبه الفائز منه. فبيوافق المدير ولكن بشرط ان الوحش ده ما يشاركش هو واعضاء فرقته. طبعا ماتياس بيوافق لان اصلا اغلب اللي في الاكاديمية اتدربوا على ايد ماتياس، لدرجة انه بيواجه العدد ده من الاكاديمية الاولى بمجرد 5 فقط، والنتيجة بتكون هزيمة ساحقة. المجنون ده بيرفض النتيجة وبيشكك في قوتهم، وهنا بيوصل الملك اللي بيؤمر بحجز المتخلف ده اللي
يخالف الاوامر الملكيه لانه لسه بيستخدم الترانيم القديمه. وبعد كده بيطلب من جميع طلاب الاكاديميه مساعده ماتياس بكل قوتهم. بعد ما ماتياس بيحط اساسيات العمل على الحاجز بيكتشف انهم محتاجين ماده خام اساسيه علشان الحاجز ده يشتغل بكفاءه عاليه. الماده دي هي حجر سحري نقي جدا، والمشكله الاكبر ان حجمه لازم ما يقلش عن 60 سنتيمتر، وده حجم ضخم جدا بالنسبه للاحجار السحريه العاديه اللي بيلاقوها في الدنجون. ماتياس بيجمع فريقه المعتاد وبينزلوا لاعماق الدنجون. كل ما بينزلوا دور اعمق وحوش الدنجون بتبقى اقوى واشرس، بس بالنسبه للفريق بيديروا ماتياس وايريس الوحوش دي بتكون مجرد تسليه في السكه. بيفضلوا يدوروا بالساعات بس للاسف مش بيلاقوا اي حجر بالحجم المطلوب ده. كل الاحجار اللي بيلاقوها صغيره وما تنفعش لعمل الحاجز السحري. بما ان التدوير العادي ما جابش نتيجه، ماتياس كالعاده بيطلع بافكار بره الصندوق. بيقول للفريق بصوا يا جماعه، طالما احنا مش لاقيين الحجر احنا نستدعي وحش كبير ومحترم، ولما نفرمه ونهزمه نطلع منه الحجر السحري الضخم اللي احنا عايزينه. الفكره مجنونه، بس لوري والما اتعودوا على جنان ماتياس بيبدا يرسم دائره سحريه معقده جدا على الارض. دي تعويذه استدعاء مخصصه علشان تجيب وحش بحجم معين، بس علشان التعويذه دي تتفعل محتاجة حد يضخ فيها طاقة سحرية. ماتياس بيطلب من ايريس انها تضخ شوية سحر صغيرين على قد المطلوب، وهنا بتحصل الكارثة اللي متعودين عليها من ايريس. بطبيعتها الغشيمة كتنينة ما بتعرفش تتحكم في جرعة السحر بتاعتها، وبدل ما تدي التعويذة شوية سحر بتديها طاقة سحرية جبارة تكفي لتدمير مدينة. الدايرة السحرية بتنور بوهج اعمى، والمكان كله بيتهز بزلزال عنيف، وبدل ما يظهر وحش كبير عادي بيظهر لهم تنين عملاق مرعب جدا. والتنين العملاق ده بيبدا يهجم بشراسه. ماتياس بهدوء المعتاد بيبدا يوزع الادوار على فريقه كانه بيلعب شطرنج. بيطلب من ايريس انها تشتت انتباه التنين. ايريس بتبدا تعمل حركات استفزازيه للتنين وتتريق عليه علشان تعصبه وتخليه يركز معاها هي بس وتسحب منه الانتباه. التنين بيغضب جدا من استفزاز ايريس وبيقرر ينهي المعركه، فبيبدا يجمع طاقه سحريه مهوله علشان يضربهم باقوى هجوم عنده، ضربة كفيلة تمسح الدنجون باللي فيه. ماتياس بيقف قدام الضربة وبيخطط انه يستخدم تعويذة تمتص نفس التنين ده وتعكسه عليه تاني بقوة مضاعفة. الخطة كانت ماشية بالملي لحد ما ايريس قررت تبدع، وهي بتتحرك علشان تتفادى الهجوم ما بتبصش تحت رجليها وبتتكعبل وبتقع في حفرة، وضربة التنين المدمرة نازلة عليها مباشرة. ماتياس لما بيلاقي ان ايريس هتروح فيها بينط قدامها وبيعمل حاجز سحري مكثف علشان يحميها. الحاجز بيصد الضربة عن ايريس وبيرد الضربة للتنين، ولكن ماتياس بقى مكشوف لجزء من الانفجار وبياخد الصدمة، ورغم الانفجار العنيف ده ماتياس بينجو منه. وفي النهاية بيخلصوا على التنين ده وبيلاقوا اخيرا الحجر السحري العملاق اللي حجمه بيعدي 60 سنتيمتر. وبكده مهمتهم الاساسية نجحت، وبيبداوا يجهزوا نفسهم لهجوم الشياطين على المملكة. لما الهجوم بيبدا والشياطين بيهجموا على المدرسة ماتياس بيعمل حركة غريبة جدا. بدل ما يتدخل ويمسح بكرامة الشياطين الارض في ثانية وهو قادر يعمل ده بكل سهولة، بيقرر يسيب الشيطان اللي اسمه بيلياس علشان البنات يتصرفوا معاه، وهو هيروح علشان يجهز لانشاء الحاجز اللي هيحمي المدينة. الما بتستخدم القوس والسهم وبتبدا تضرب اسهم سحرية علشان تعطل الشيطان وتوقفه في مكانه، وهي بتعمل تعويذات بسيطة لزيادة الضرر. على الناحية التانية بنشوف لوري وهي في موقف لا تحسد عليه. ماتياس كان مديها ورقة صغيرة فيها رسمة لدائرة سحرية معقدة جدا، وطلب منها انها تطبق التعويذه دي على سهم من اسهم الما علشان يقدروا يغلبوا الشيطان. لوري قاعده تحاول تعمل التعويذه المعقده اللي ماتياس طلبها منها. من كتر ما التعويذه دي صعبه ومحتاجه تركيز مهول لوري بتفشل مره ورا التانيه. مع كل فشل حجر سحري بيتحرق وبيفرقع وبيبوظ. الكومه الكبيره اللي كانت قدامها بتبدا تقل بسرعه رهيبه لحد ما بيتبقى معاها حجر سحري واحد بس. تخيل كميه الرعب والتوتر اللي في اللحظه دي. وفي اللحظه الحاسمه الاخيره بتنجح لوري اخيرا في نقش التعويذه، وبتضرب الما السهم المدمر اللي بيخلص على واحد من الشياطين الاقوياء جدا. ولكن بيظهر عدد من الشياطين في الوقت ده ومفيش قدامهم حل تاني، لو الشياطين دي هجمت هتخلص عليهم. ولكن هنا بيظهر بطلنا بكل فخامه وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني وكانهم مجرد حشرات قدام جميع الطلاب اللي مصدومين من قوه ماتياس الغير طبيعيه. وبعد كده بيقدروا انهم يفعلوا الحاجز على المدينه، ولكن بيكون لسه
لسه في مشكلة، وهي زحف الوحوش المرعبة اللي هيجي من الخارج. بس دي مشكلة بالنسبة للمجموعة اللي كانت موجودة قبل ظهور ماتياس، لان الزحف ده بيتم ابادته من الطلاب في لحظات بسبب قوتهم الجديدة. ولكن بيظهر وحش مرعب اسمه ملتهم الفراغ. الوحش ده في بدايته بيكون حجمه صغير وممكن القضاء عليه بسهولة جدا. اي حد طبيعي كان هيستغل الفرصة ويقتل الوحش وهو ضعيف علشان يخلص من شره، لكن ماتياس لا طبعا. ماتياس بيتعامل مع الحياة الواقعية وكأنها لعبة فيديو، وبيطلب منهم يسيبوه يكبر علشان ياخدوا منه الأسلحة والعناصر اللي هتسقط منه. وبالفعل بيوصل لحجم مرعب بيمتلك طاقة رهيبة. ولكن على مين؟ الكائن العملاق ده هو مجرد كلب صغير بالنسبة لماتياس، اللي في ظرف ثواني بيكون مشرحه وقاطع راسه. وبكده تكون عدت المشكلة دي على خير بفضل ماتياس، اللي بيقرر انه يسيب الأكاديمية علشان يدور على أوردة التنين. وطبعا التلاتة دول بيلزقوا فيه. وهم في الطريق ماتياس بيبدأ يشرح للبنات خطته، بيقول لهم انهم متجهين لمدينة اسمها ميليكيا. المدينة دي مش مدينة عادية، دي مدينة دنجن، يعني مدينة مبنية اساسا حوالين متاهة سحرية ضخمة واقتصادها كله قايم على المغامرين اللي بيدخلوا الدنجن ده وبيجيبوا وحوش واحجار سحرية ويبيعوها. ماتياس اختار المدينة دي بالذات لان الاماكن اللي فيها دنجن كبير زي ده دايما بتكون نقطة تجمع للطاقة السحرية اللي فيها أوردة التنين، ودي الاماكن المفضلة للشياطين علشان يستخبوا فيها وينفذوا خطتهم. لما الشلة بتوصل لمدينة ميليكيا المفروض ان دي مدينة مغامرين، يعني تلاقي فيها حيوية ودوشة وناس بتبيع وتشتري. لكن ماتياس بيلاحظ ان الجو العام في المدينة كئيب جدا. المغامرين ماشيين في الشوارع شكلهم بائس محبطين، وفي ناس كتير مصابة واصاباتهم خطيرة. ماتياس بخبرته اللي معديها ال5000 سنة بيبدأ يشم ريحة مش ولا بد، فبيروح لنقابة المغامرين علشان يسجلوا نفسهم وياخدوا مهام. وهنا بيكتشفوا الكارثة. حاكم المدينة دي واحد اسمه اللورد دوكل، اللي بيكون مطلع قرارات وقوانين غريبة جدا، بيجبر المغامرين انهم يدخلوا اعماق الدنجن في مهام انتحارية حرفيا، وما بيدهمش اي دعم، ما بيوفرش لهم معدات حماية اطلاقا، وبيبعتهم لمناطق مليانة وحوش مستواها اعلى بكتير من قدرات المغامر العادي. النتيجة المغامرين بيدخلوا الدنجن وما بيرجعوش، واللي بيرجع بيكون متدمر. ماتياس بيلاقي اعداد كبيرة جدا من المغامرين المصابين اصابات خطيرة ومرميين في قسم العلاج، وكبير المعالجين هناك محتاس وبيقول لماتياس ان مستحيل علاجهم، وبيحاول يطرده وهو بيقول له يا ابني احنا في ولا ايه؟ ده مش مكان للعب العيال، اطلع بره علشان الناس بتموت. وهنا من غير ما يجادل كتير بيستخدم شرة القتال القريبة بتاعته، وبيبدأ يلقي تعويذات علاج متطورة جدا منسية من آلاف السنين. في ثواني بيلم الجرح وبيشفي واحد من المغامرين اللي كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة. كبير المعالجين بيقف مذهول وعينه بتطلع شرار من الصدمة، ازاي عيل زيك بيعمل سحر علاجي بالمستوى ده؟ ماتياس ما بيضيعش وقته وبيخلي الشلة كلها تساعده، وفي وقت قياسي بينضفوا المستشفى وبيشفوا كل المغامرين المصابين. بعد ما الدنيا بتهدى ماتياس بياخد كبير المعالجين على جنبه وبيبدأ يحقق معاه ايه اللي بيحصل هنا، ليه المغامرين بيتذبحوا بالشكل ده. المعالج بيبدأ يفضفض وبيحكي له القصة الحزينة، بيقول له ان اللورد القديم بتاع المدينة كان راجل محترم وحكيم، وكان حاطط نظام بيحمي المغامرين وبيخليهم يدخلوا الدنجن بأمان. لكن فجأة اللورد ده مات وهو نايم، وجا مكانه لورد جديد كفاءته تحت الصفر. اللورد الجديد ده بيجبر المغامرين يدخلوا مناطق خطيرة جدا في الدنجن من غير اي دعم او استعدادات، كأنه بيبعتهم للموت برجليهم. هنا دماغ ماتياس بتعمل كليك وبيعرف من خبرته الطويلة ومن اللي حصل في العاصمة ان الشياطين شغالين في الخباثة وبيخترقوا مناصب السلطة علشان يضعفوا البشر. ماتياس بيستنتج فورا القيادة الفاشلة دي مش مجرد غباء اداري، ده شغل شياطين بنسبة 100%. اللورد ده اكيد شيطان متخفي او عميل ليهم، وهدفه انه يصفي اقوى المغامرين في المدينة علشان لما الشياطين تهاجم ما يبقاش في حد يقف في طريقهم ويدافع عن المكان. ماتياس والشله بيرجعوا للفندق بتاعهم، وماتياس بيكتب جواب مستعجل للعاصمه بيحكي فيه المدير الاكاديميه عن الوضع المريب في المدينه دي علشان يبقى في الصوره. تاني يوم الصبح بيكونوا استلموا التصريح اخيرا، وبيقرروا يتوجهوا لمدخل الدنجن علشان يفحصوا بنفسهم. اول ما بيوصلوا للبوابه ماتياس بيبص لها بقرف وبيقول لهم ايه الباب التعبان ده لو شويه وحوش اتجمعوا عليه يكسروه في ثانيه. الباب معمول من مواد ضعيفه وما فيهوش اي تعويذات حمايه عليها القيمه، وده بياكد نظريته ان اللورد
متعمد يسيب المدينة مكشوفة وضعيفة علشان الوحوش تقدر تخرج وتدمر الدنيا بسهولة. بيقرروا يدخلوا الدنجن يستكشفوا الوضع على الطبيعة. بيخرجوا بواحد من الوحوش القوية من الدنجن وبيطلبوا من البنت دي انها تشتريه. البنت دي ما بتكونش مصدقة انهم خلصوا على الوحش ده بنفسهم، ولما بتسأل مين اللي خلص على الوحش ده بيقول لها ان البنات هم اللي خلصوا عليه، فبتقول انها تشتريه منهم ولكن بشرط انها لازم تبلغ السيد عن الموضوع ده وتتأكد اذا كان حقيقي ولا لا. وبالفعل بتبعت تقرير فورا للسيد ده مكتوب فيه ان في 3 وحوش اللي هم البنات طبعا وولد معالج ما شاركش في المعركة خلصوا على واحد من الوحوش القوية. بالليل بعد ما خلصوا جولتهم الشلة بتروح مطعم علشان تتعشى وتاخد بريك، وهم قاعدين بياكلوا رادار ماتياس بيشتغل. بيلاحظ ان في ترابيزة قريبة منهم قاعد عليها ناس عمالين يبصوا لهم بطريقة مريبة ومراقبين كل حركة بيعملوها. ماتياس بيكمل اكل عادي جدا وكأن مفيش حاجة علشان ما يكشفش نفسه. ولما بيخلصوا بيطلعوا من المطعم في طريقهم للفندق الناس دي بتمشي وراهم في الضلمة. الجواسيس دول طبعا تبع اللورد الجديد اللي بيكون وصل له التقرير وبعت الناس دول علشان يخلصوا عليهم. ماتياس بذكائه المعتاد بيقرر يستدرج البلطجية دول لحارة سد وضلمة. اول ما بيدخلوا الحارة البلطجية بيطلعوا اسلحتهم وبيحاوطوهم. هنا بقى ماتياس بيحاول يعمل نفسه مغامر مبتدئ ومرعوب علشان يسحب منهم كلام، لان كان مكتوب في التقرير انه مجرد معالج بس تمثيله كان سيء لدرجة تضحك. البلطجية بيبدأوا يهجموا، وهنا بتيجي لحظة إيريس. في العادي إيريس لو عطست ممكن تطير العيال دي للمريخ، بس هي اتعلمت ازاي تتحكم في قوتها علشان ما تدمرش المدينة. بتدخل تضرب البلطجية بوش خالي من أي تعابير كأنها بتهش دبان مش بتضرب ناس، وفي ثواني بتكون مكوماهم كلهم فوق بعض من غير أي مجهود. تاني يوم بيوصل لماتياس مرسوم ملكي ردا على الرسالة اللي بعتها للعاصمة، فبيقابلوا مبعوث الملكية اللي بيقول لهم ان في امر من المملكة بإلقاء القبض على الرئيس الجديد، وبيدي الاذن لماتياس انه يقبض عليه لو كان عاوز يعمل كده. ماتياس بيقول له وفرتم عليه مجهود لان كان اصلا عمل تعويذ التتبع على اتباع السيد ده وعرف مكانه، بيقول انه هيمسكه بنفسه. ماتياس ما بيكدبش خبر وخد بعضه وراح على قصر اللورد كان حاطط حراسات وادوات سحرية ودفاعات مفكرة قوية جدا وهتحميه من اي هجوم. بس ماتياس الحاجات دي كانت عبارة عن لعب عيال بالنسبة له. ماتياس دخل القصر من الباب الواسع وبيخلص على كل اللي موجودين في المكان بسهولة. بعد كده بيوصل للورد وبيقبض عليه وهو مرعوب ومش مصدق اللي بيحصل. ولما ماتياس بدأ يحقق معاه اكتشف الكارثة الكبرى. بالفعل الشخص ده كان بيعمل لصالح الشياطين وهدفهم هو وريد التنين اللي في الدماس واللي بيكون اكبر بكتير من اللي موجود في العاصمة، ولو اندمج بتعويذة فممكن يتسبب في كارثة عالمية. المبعوث بيقول انه لازم يبلغ العاصمة فورا، ولكن في اللحظة دي بتحصل هزة ارضية. من هنا عالم ماتياس التحليلي بيبدأ يربط الخيوط ببعضها وبيفهم خطة الشياطين الحقيقية والسبب ورا كل الليلة دي. الشياطين كانوا بيستغلوا اللورد علشان يسهلوا لنفسهم استخدام المتاهة من غير ما حد يراقبهم. ماتياس بيكتشف ان الشياطين استخدموا أداة سحرية قديمة علشان يسحبوا الوحوش القوية والمرعبة اللي المفروض بتعيش في المستويات العميقة جدا ويخلوها تطلع للمستويات العليا اللي قريبة من السطح والمدينة. الخطة دي ما كانتش مجرد هجوم وحوش عادية، لا دي كانت خطة تدمير شاملة من الدرجة الأولى. ماتياس أدرك بخبرته السحرية ان لو الوحوش دي قدرت تكسر الحواجز وتخرج للمدينة مش بس هيقتلوا الناس، لا الضغط السحري الهائل ده هيخلي المتاهة كلها تنفجر زي القنبلة النووية وهتمسح مدينة ميلاكيا باللي فيها من على الخريطة تماما. ماتياس بيكتشف ان وريد التنين مسيطر عليه بتعويذة من الشياطين، فبيقسم المجموعة لفريقين. هو هيروح للطابق اللي بيختبئ فيه الشياطين وهيهاجمهم، والباقيين هيوقفوا اللي بيحاولوا يعملوه الشياطين لوريد التنين ويرجعوه لطبيعته، ولوري هي اللي هترجع الوريد لحالته الطبيعية. ماتياس بيلقي تعويذة اتصال بينهم علشان يفضلوا متواصلين مع بعض، وبالفعل بيتوجه ماتياس لمكان الشيطان اللي ورا كل ده، وبيكتشف ان الشيطان ده بيستخدم تعويذ التواصل، فبيستخدم صاحبنا ساحر اسمه التوازي علشان يتنصت عليه. وبيكتشف ان في شيطان تاني بيوجه الشيطان ده، بيقول له خلص على ماتياس وبعد كده روح للي بتتدخل في وريد التنين وخلص عليها. الكلام ده بيحمس
كويس ماتياس لان ممكن يكون في قتال جيد اخيرا. وبالفعل بيبدأ القتال بينهم بهجوم قوي من ماتياس، ولكن الشيطان بيقدر يتصدى ليه وبيرد له الضرر كمان. بعد كده لازم يعمل الحاجة اللي كل شيطان بيعملها لما بيقابل ماتياس، بيستهزأ بيه وبيقول له في النهاية ماتياس ده طلع مجرد بشري. بيعرف انه بيستخدم حاجز بينفجر اول لما يجي عليه هجوم، وبيقول ان الموضوع ده هيكون صعب جدا. واثناء ما ماتياس بيسمع خطة الشيطان المتحكم بيعرف ان الخطة دي معمولة مخصوص علشان تواجه شارة الفاشل اللي مع ماتياس. فبيقول صاحبنا ان الشيطان ده اقوى من اي شيطان واجهه قبل كده، وبيقرر انه يتعاون مع لوري علشان يدمر الفخاخ اللي محضرينها ليه. ماتياس بيحاول الهجوم، ولكن الشيطان المتحكم بيكون عارف نقاط قوة شارة الفاشل وهي القتال القريب، فبيأمر الشيطان ده انه يهجم من بعيد. وبالفعل بيهجم على ماتياس بهجوم قوي من بعيد، ولكن صاحبنا بيقدر يتصدى ليه، فبيقرر ينتقل للمرحلة الثانية وهي الفخاخ، واللي طبعا صاحبنا كان مستعد ليها من بدري ومدي امر لوري بالتصدي ليها عن طريق التحكم في الوريد، وهو هيقول لها على مكان الفخاخ. الشيطان بيترعب وهو بيشوف الفخاخ اللي عاملها وهي بتتدمر واحده ورا الثانيه، لكنه بيقول لماتياس انا لسه عندي الحاجز ومش هتقدر تأذيني. ماتياس بيهجم عليه بهجمات بعيده المدى، والشيطان بيكون فاكر انه بيتصدى لهجمات صاحبنا لحد ما بيلاقيه في وشه وبيكسر الحاجز اللي فرحان بيه، وده طبعا عن طريق تحليل ماتياس للحاجز ومعرفه نقاط الضعف اللي فيه. الشيطان بيترعب وبيقول لسيده حاجه مجنونه، هل ممكن ان ماتياس يكون تجسيد لجايوس فعلا؟ يعني الشياطين شاكين بالفعل ان ماتياس هو جايوس. فبيقول العقل المدبر مستحيل لان جايوس واحد من البشر القدامى، ولو كان جايوس فعلا كان زمانك ميت من بدري. فبيستنتج صاحبنا ان الشيطان ده واحد من الشياطين الكبار اللي عارفين عن حياته السابقه. وهنا بيجي الامر للشيطان انه يستخدم الحل الاخير واللي هو السوق الطالع، وبالفعل بيستخدمه وبيبدا الهجوم بقوه غاشمه ولكن بعشوائيه. ولكن ماتياس بيقدر يتصدى للهجمات دي، وده بيعصب الشيطان جدا اللي ما بيكونش فاهم هو ازاي بيتصدى ليها كده. فبيبدا يشرح له ان ده بسبب شارة الفاشل اللي بتمكنه انه يتحكم في 5 تعويذات في الوقت نفسه، يعني التصدي للهجمات دي ولا حاجه. بعد كده بيقرر صاحبنا ينهي الليله دي بهجوم قوي، وبالفعل بيقطع دراعه وبعد كده بينهيها بقطع راسه. الوحوش اللي كانت متوجهه لميليكيا بتختفي في الوقت ده بسبب ان لوري صلحت وريد التنين. ماتياس بيحاول يتتبع مكان الشيطان المتحكم اللي بيتكلم معاه في الوقت ده وبيقول له ما تضيعش وقتك لانك مش هتعرف تتتبعني. ماتياس بيتصدم انه كان بيتنصت عليه هو كمان، وبيسأل ماتياس انت عارف انا فين؟ فبيكتشف ان المصدر جاي من مكان يدعى ايلينيا، لكن ده مجرد طعم. فبيقول له ما اعرفش انت فين، ولكن كل اللي انا اعرفه انك مش في ايلينيا، بس احنا هنتقابل قريب جدا. الشيطان بيقول له ايه اللي يخليني اكون عاوز اواجهك؟ فبيقول له ماتياس انا اللي عاوز ده وعلشان كده هلاقيك. وفي الوقت ده بينقطع الاتصال، وصاحبنا بيتحمس جدا لان اخيرا هيواجه شيطان مختلف. بعد كده بيقعدوا مع بعض وبيخططوا للخطوه اللي جايه. ماتياس بياخد قرار حاسم انهم لازم يلاقوا زعيم الشياطين ده ويخلصوا عليه نهائيا قبل ما ينفذ خطته. بس المشكله هنا ان الزعيم ده مستخبي في مكان محدش يعرفه. هنا بقى ماتياس بيفتكر انه كان مخترع جهاز سحري عبقري في حياته اللي فاتت. الجهاز ده بيقدر يحدد مكان اي طاقه شيطانيه او يعمل تتبع لمكان الزعيم ده بسهوله جدا. وعلشان يجيبوا الجهاز ده لازم يروحوا منطقه معينه بعيده، ولما بيوصلوا العاصمه علشان ياخدوا اذن وتصريح من الملك بالعبور للمنطقه بيتصدموا بحاجه زي الروتين الحكومي كده. المنطقه اللي فيها الجهاز دي تعتبر منطقه محظوره وخطيره جدا، والقانون هناك صارم، ما حدش يقدر يعتبها ويدخلها الا لو كان مغامر من التصنيف الاول، يعني لازم يكونوا من رتبه ايه رانك في نقابه المغامرين علشان ياخدوا الاذن. طبعا شلتنا لسه رتبهم الرسميه ما تسمحش، رغم ان قوتهم الفعليه بتتخطى الاس رانك بمراحل، وعلشان يقدروا يحصلوا على الرتبه لازم يعدوا من اختبار في نقابه المغامرين. الموضوع بيكون ماشي بسهوله بسبب توصيه الملك، وكل اللي عليهم يمروا بالاختبار، والاختبار ده مش مجرد قتال مع وحش عادي، لا ده هيواجهوا مغامر من الرتبه اس، وهو المغامر ده اللي اسمه جيلاس، مغامر مشهور بقوته الغير طبيعيه.
والغريب في الموضوع انه بينجح الثلاث بنات فورا، ولكنه بيكون عاوز يواجه ماتياس مش علشان اي حاجة غير انه شخص مهووس بالقتالات. من اول لحظة في القتالات بنكتشف حاجة خطيرة جدا عن جيلاس. الراجل ده بيقدر يستخدم السحر من غير ما يقول اي تعويذة، لان زي ما احنا عارفين البشر نسيوا ازاي يستخدموا السحر بدون تعويذ بسبب تلاعب الشياطين، لكن جيلاس كان بيعمل ده بشكل لا ارادي وبدون وعي منه. ده خلى ماتياس يحترمه جدا ويشوف فيه قدرات مدفونة مش طبيعية بالنسبة للبشري في العصر المتهالك ده. القتال بيبدأ بتبادل ضربات سريعة جدا. جيلاس بيهاجم بسيفه وبيدمج معاه سحر قوي، حركاته سريعة ومدروسة، لكن في المقابل ماتياس بيتصدى الهجمات بهدوء جدا وبيحلل كل حركة جيلاس بيعملها. ماتياس بيبدأ يستخدم سحر التعزيز الجسدي وبيصد ضربات جيلاس بكل سلاسة، وهنا جيلاس بيتفاجأ من قوة ماتياس وسرعته وبيقرر يرفع المستوى ويستخدم اقوى هجماته. السيفين بيخبطوا في بعض وبيطلعوا شرار، والسحر بيتطاير في كل حتة في الساحة. ماتياس بيستخدم خبرته الممتدة ل 5000 سنة وبيبدأ يوجه ضربات دقيقة بتكسر دفاعات جيلاس، وفي النهاية ماتياس بيقدر يوجه ضربة حاسمة بتحسم المعركة لصالحه. رد فعل جيلاس الراجل ما عندوش ذرة كبرياء كدابة، اعترف بهزيمته بكل روح رياضية وابتسم وقال لماتياس انه فعلا يستحق اكتر من رتبة A، وانه فخور ومبسوط انه واجه حد بالقوة دي، وبيكون مصدوم ان ماتياس مش عاوز يوصل للرتبة S. المهم بعد ما بقى معاهم المطلوب بيدخلوا من البوابة وبيوصلوا للمنطقة المحظورة. ماتياس بيقف فجأة بره حدود مدينة فولكيا. بحواسه السحرية الجبارة بيحس بهالة شيطانية مرعبة مغطية المدينة كلها. بيكتشف ان المدينة حرفيا واقعة تحت سيطرة الشياطين بالكامل، بس دول مش اي شياطين، دول نوع اسمهم اشباه الشياطين. ماتياس بيشرح لفريقه ان اشباه الشياطين دول اضعف من الشياطين العادية في السحر الفردي، لكن خطورتهم الحقيقية بتكمن في انهم بيشتغلوا كفريق واحد وعندهم قدرة على التخاطر والتواصل الذهني السريع. يعني لو ماتياس وفريقه دخلوا من الباب الرئيسي وهاجموا، اشباه الشياطين دول هيتواصلوا مع بعض في ثانية واحدة، وفي منهم هيهرب ويبلغ باقي الشياطين في اماكن تانية. علشان كده الهجوم المباشر كان فكرة فاشلة تماما، وكان لازم يفكروا في خطة تسلل من تحت لتحت. وبفضل خبرة ماتياس في حياته السابقة بيقدر يلاقي مدخل سري عبارة عن نفق تحت الارض بيودي لقلب المدينة مباشرة. لما بيعدوا من النفق ماتياس بيحس بوجود حارس من اشباه الشياطين واقف قدام بوابة مهمة. الحارس ده وظيفته انه يتأكد ان اي بشري بيدخل المكان بيكون واقع تحت تأثير تعويذة غسيل مخ وتخدير عقلي. وهنا بيظهر دهاء ماتياس، بيقوم عامل تعويذة مضادة للتخدير العقلي على نفسه وعلى فريقه، وبيطلب منهم يمثلوا انهم متخدرين ومسحوبين الارادة علشان يقدروا يعدوا من الحارس من غير ما يشك فيهم. الفريق بيمثل ببراعة وبيدخلوا لقلب القاعدة الشيطانية. اول ما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم جوه مصنع كبير وبيكتشفوا الحقيقة المأساوية. الشياطين مسيطرين على عقول اهل مدينة فولكيا كلهم ومشغلينهم عبيد في منجم ومصانع علشان يستخرجوا نوع من الاحجار السحرية اسمها الماجستون. ماتياس بيحلل الوضع بسرعة وبيفهم الكارثة اللي الشياطين بيخططوا ليها. الماجستون النقي ده بيعتبر مادة متفجرة مرعبة لو اتجمعت بكميات كبيرة. الشياطين بيخططوا يخلوا البشر يشتغلوا في استخراجه حتى لو اخدوا 100 سنة، والهدف النهائي هو تجميع كمية تكفي لتفجير مملكة كاملة من على وش الارض. الخطة كانت طويلة الامد وخبيثة جدا، وماتياس بيقرر ان المهزلة دي لازم تنتهي فورا. فبيجمع فريقه بره المصنع وبيبدأ يحط خطة الهجوم. بما ان اشباه الشياطين بيعتمدوا على العمل الجماعي والتواصل، ماتياس بيقرر انه يضربهم بسلاحهم. الخطة كانت كالآتي: هيعملوا تشتيت انتباه كبير جدا يخلي كل اشباه الشياطين يتجمعوا في نقطة واحدة. ماتياس بيخلق عمود ضخم من النور الساطع في وسط المدينة. طبعا الشياطين اول ما بيشوفوا النور ده بيبعتوا اشارات تخاطر لبعضهم وبيتجمعوا كلهم في المكان ده علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وهنا بيجي دور ايريس. ايريس بتستفز الشياطين وبتلفت انتباههم بالكامل ليها، فبيتلموا حواليها وهم فاكرينها صيدة سهلة ومش عارفين انهم وقعوا في اكبر فخ. في الوقت اللي الشياطين مركزين فيه مع ايريس بيبدأ الشغل التقيل. لوري والما بيستخدموا قنابل سحرية وتعويذات اعاقة من بعيد علشان يعملوا فوضى ويربكوا صفوف الشياطين. وفي وسط الفوضى دي ماتياس بيتحرك زي الشبح في الظلام. ماتياس بيبدأ يصطاد الشياطين واحد ورا التاني من غير ما اي حد يحس بيه. في اللحظة دي بيبتسم ابتسامة مرعبة وكأنه مستمتع جدا بالقتال وبيرجع لأيام عزه. الشياطين بتبدأ تتساقط أعدادها بلمح البصر، وعملية الإبادة بتتم بنجاح ساحق بفضل التنسيق العبقري بين الفريق. في الوقت اللي ماتياس وفريقه بينضفوا في المدينة من الشياطين العاديين، بيتبقى زعيم أشباه الشياطين. الزعيم ده كان قوي جدا ومحتاج
محتاج معركة خاصة بيه. لكن المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها هو ظهور جيلاس. جيلاس ما كانش من ضمن الخطة اساسا، هو بس كان عنده فضول تجاه الشياطين من كلام ماتياس، وبما انه مهووس بالقتال وبيدور على خصوم قوية قرر يقتحم المدينة علشان يستمتع بمعركة طاحنة. بالفعل جيلاس بيدخل في قتال مباشر وعنيف جدا مع زعيم الشياطين. اتباع الزعيم بيتدخلوا لكن ماتياس وإيريس بيوصلوا وبيخلصوا عليهم، وجيلاس بيقول لماتياس ما تتدخلش في القتال ده. الزعيم الشيطاني كان بيستخدم سحر قوي وهجمات مميتة، وجيلاس كان بيتصدى وبيرد بهجمات اعنف. واللي ساعد جيلاس يصمد في المعركة دي هو النصائح والتعويذات السحرية اللي ماتياس كان علمها له قبل كده. بفضل التعويذات دي جيلاس قدر يعزز من قوته الجسدية وسرعته بشكل كبير. المعركة بتستمر طوال الليل وكل طرف بيطلع كل اللي عنده، ومع شروق الشمس جيلاس بيجمع كل طاقته في ضربة أخيرة وحاسمة وبيتمكن من القضاء على زعيم الشياطين تماما. طبعا جيلاس بيخرج من المعركة دي متصاب إصابات بالغة ومرهقة جدا، لكنه بيكون في قمة السعادة لأنه خد قتال بالقوة دي. ولكن الشيطان فجأة بيقوم وبيهجم على البنات، ولكن ماتياس بيلاحظ الهجوم وبيتصدى له فورا. بيكتشف ان الجثة دي ما هي الا مجرد عروسة لعبة، جثة ميتة بيتم التحكم فيها عن بعد. العقل المدبر بيتكلم عن طريق الجثة وبيقول لماتياس انه كان مذهل، ولكن المصيبة انه بيقول انه هيدمر الختم وهيتم احيائه من جديد قريبا. بعد كده بتتدمر الجثة وماتياس بيعرف انه نفس الشيطان اللي بيدور عليه. في الوقت ده جيلاس بيكون جاب اخره، طاقته كلها كانت خلصت، بس ماتياس ما بيسيبش حد من حبايبه في دقيقة ابدا. بيتدخل فورا وبيستخدم سحر الشفاء الخرافي بتاعه علشان يرجع جيلاس على رجليه تاني. المهم الفريق بيكملوا علشان يوصلوا للأداة اللي صنعها ماتياس، واللي بتكون داخل اطلال صنعها هو بنفسه قبل كده. بيدخل الفريق للمكان وبيستخدم ماتياس الأداة علشان يكتشف الكارثة. ماتياس بيكتشف ان كل اللي حصل ده مجرد بيادق صغيرة في لعبة شطرنج اكبر بكتير. العقل المدبر ورا كل اللي بيحصل في مدن ميليكيا وفولكيا، واللي كان بيحرك الخيوط من ورا الستار، بيقرر يكشف عن نفسه اخيرا. وهنا بتظهر الطامة الكبرى. العدو المرة دي مش شيطان عادي من اللي ماتياس بيمسح بيهم الارض، ده شيطان من نوع شياطين الفوضى واسمه زاريدياس. زاريدياس ده كان مرعب بمعنى الكلمة، قوته بتتخطى اي حاجة واجهوها في الانمي قبل كده. ده واحد من الكائنات الاسطورية القديمة اللي كانت محبوسة ومختومة من الاف السنين قبل حتى عصر جايوس نفسه، ودلوقتي الختم بتاعه بيتكسر وهو بيرجع للحياة بكامل طاقته الغاشمة. زاريدياس مش بس قوي بدنيا وسحريا، ده كمان ذكي جدا استراتيجيا. ماتياس نفسه لأول مرة بيعترف ان الموقف ده خطير جدا، وان قوتهم الحالية مش هتكفي ابدا انهم يقفوا قصاد وحش بمستوى خارق زي ده. كان لازم يفكر في حل جذري وسريع. وهنا بتسعفه ذاكرته وبيفتكر سلاح اسطوري هو نفسه اللي صنعه في حياته السابقة. السلاح ده عبارة عن سيف قوي جدا ملقب بقاتل الشياطين، بيقدر يقطع ويدمر الكائنات الشيطانية العظيمة، وموجود بالصدفة البحتة في قبو كنز سري في العاصمة. وهم رايحين علشان يجيبوا السيف بيحسوا بالطاقة المرعبة لزاريدياس، وبيعرف صاحبنا ان الختم اتفك عنه. بما ان السيف موجود في قبو بعيد شوية، وزاريدياس اكيد مش هيسيبهم يروحوا يجيبوه براحتهم ويستنوا لما يتسلحوا، كان لازم ماتياس يحط خطة تكتيكية سريعة. ماتياس بياخد قرار فدائي وشجاع، هيواجه زاريدياس بنفسه ويكون هو الطعم. هيستخدم كل قوته وشارة القتال القريب اللي اخدها في حياته دي علشان يراوغ ضربات زاريدياس ويشغله اطول فترة ممكنة. وفي نفس الوقت كلف المولوري بمهمة سرية انهم يتسللوا بسرعة بعيد عن عيون الشياطين ويجيبوا السيف السري من القبو قبل ما زاريدياس يخلص على ماتياس، اللي بيظهر في الوقت ده بهالة مرعبة ومخيفة. الظلام بينتشر في كل مكان والناس كلها مرعوبة. المعركة بتبدأ وزاريدياس بيبدأ يرمي تعويذات مدمرة، وماتياس بيستخدم كل ذرة سحر عنده وكل تريكات القتال القريب بس علشان يتفادى الضربات وينجو بحياته، مش علشان يهاجم. حتى إيريس التنينة الجبارة بتلاقي نفسها في موقف لا تحسد عليه، رغم انها بتستخدم قوتها زاريدياس اسرع واشرس بكتير. الموقف كان متأزم لاقصى درجة. ماتياس عمال يستنزف في المانا بتاعته لاخر قطرة وهو بيحاول يدافع عن المدينة. حركاته بدأت تكون بطيئة وبيبذل مجهود خرافي علشان بس ما يموتش. زاريدياس بيضحك بثقة وبيتعامل مع ماتياس كأنه فار بيلعب معاه قبل ما ياكله. المولوري بينجحوا اخيرا انهم يفتحوا الخزنة ويلاقوا السيف الاسطوري. البنات بياخدوا السيف وبيرتبوا نفسهم للرجوع باقصى سرعة لساحة المعركة علشان يسلموه لماتياس وينقذوا الموقف. ضربات ماتياس السحرية وهجمات إيريس الجسدية يا دوب بتعمل خدوش بسيطة
بسيطة فيه، في حين ان زاريدياس بيهجم بهجمات مدمرة بتخلي الارض تتهز وتتشق تحتيهم. في عز المعركة وبسبب قوة زاريدياس الغاشمة بيقدر يستخدم حركة خبيثة جدا وبيصيب ماتياس بإصابة بالغة. ماتياس بيبدأ ينزف ويتألم وبيتراجع لورا. في اللحظة دي ماتياس بيبدأ يكلم نفسه وبيفكر في خيار قاسي جدا وأناني شوية، انه يضحي بحياته الحالية ويستخدم كل السحر والطاقة اللي فاضلة معاه علشان يعمل تعويذة تناسخ أرواح جديدة ويسيب العالم ده والمملكة يواجهوا مصيرهم المحتوم والهلاك على يد زاريدياس. وفي التناسخ الجديد هيكون زاريدياس فقد جزء من طاقته ووقتها يقدر يهزمه. ماتياس بيبص حواليه في وسط الدمار ده وبيفتكر الاوقات الجميله اللي قضاها مع لوري والما وإيريس، بيفتكر ضحكهم وتدريبهم مع بعض، وبيدرك من جواه انه متعلق بيهم جدا وانه مش مجرد ادوات او بيادق يستخدمها في رحلته للبحث عن القوه. فبيرفض تماما فكره الهروب والتناسخ وبيقرر انه هيثق فيهم لحد اخر لحظه انهم هيوصلوا بالسيف الاسطوري. ورغم كل العقبات اللي بتقابلهم من الشياطين اللي بتحاول تمنعهم من الوصول، الا انهم بمساعده الكل وبعد معاناه رهيبه وصمود اسطوري من ماتياس وإيريس بتظهر اخيرا لوري والما. وهم بيجروا باقصى سرعتهم، لوري بتمسك السيف المطلوب وبترميه باقصى قوتها في الهواء ناحيه ماتياس علشان يلحق يمسكه. ماتياس بيمد ايده في الهواء علشان يمسك السيف، بس فجاه وبدون سابق انذار او رحمه زاريدياس بيستغل اللحظه القاتله دي اللي ماتياس ركز فيها انتباهه على السيف وبيوجه له ضربه قاضيه. بيطعن ماتياس من ظهره طعنه مباشره بسلاحه المرعب قدام عين لوري والما وإيريس المفتوحه على اخرها من الصدمه. ماتياس بيقع على الارض وكانه فارق الحياه تماما. بس ثانيه واحده يا جماعه، انتوا نسيتوا ان احنا بنتكلم على مين بالظبط؟ ده اقوى حكيم في التاريخ، العقل المدبر اللي حاسب كل خطوه. واحنا بنشوف لوري بتنهار وبتبكي، فجاه السيف الاسري بيبدا ينور وبيشع بضوء قوي جدا ومبهر. السيف ده ما كانش مجرد حته حديده حاده للقتال، لا خالص. ماتياس في حياته السابقه العبقريه كان حاطط عليه سحر معقد ومخفي بعنايه شديده، وهي تعويذه اعاده قويه جدا. بمجرد ما السيف استشعر ان صاحبه بيموت وبيفقد الوعي، التعويذه دي اتفعلت تلقائيا. النور الساطع بيغلف جسم ماتياس بالكامل، وفي مشهد يخطف العين الجروح العميقه والطعنه القاتله بتبدا تلتئم وبتقفل في ثواني معدوده. ومش بس كده، ده بيرجع لماتياس كل طاقته السحريه اللي خلصت، بل وبيضاعفها مرات ومرات، وبيديله دفعه قويه خرافيه ما كانتش عنده. زاريدياس بيبص لماتياس وهو مبرق ومش مصدق عينه، ملامحه ووشه كلها مصدومه وكانه بيقول ازاي ده رجع من الموت تاني، انا لسه قاتله بايدي. ماتياس بابتسامه ثقه وببرود اعصاب بيمسك سيفه الاسري الجديد اللي بينور وبيبدا مرحله الهجوم المضاده. المره دي المعركه اتقلبت 180 درجه وبقت من طرف واحد تماما. ماتياس بالقوه الجباره الجديده بتاعته بيتحرك بسرعه تتخطى سرعه البرق. هجماته بقت عنيفه ومدمره لدرجه ان زاريدياس الشيطان العظيم اللي كان من ثواني بيرعب الكل ما بقاش قادر حتى يشوف حركات ماتياس او يدافع عن نفسه. في مشهد اسطوري، ماتياس بيجمع طاقه سحريه هائله ومركزه جدا في نصل سيفه وبيوجه ضربه نهائيه خارقه لزاريدياس. الضربه دي من قوتها بتخترق دفاعات الشيطان وبتخليه يتبخر وبيتفتت وبينتهي من الوجود تماما. ولكن وهو بينتهي بيقول لماتياس انا مش اخر شيطان فوضى موجود، وان اكيد نهايته هتكون على ايد واحد منهم. الكل بيتجمع حوالين ماتياس وهم طايرين من الفرحه ومش مصدقين ان الكابوس ده انتهى. وماتياس بيقول ان السيف ده بيستعمل مره واحده فقط وبعد كده بيتدمر. وكالعاده الملك ما بيعملش حاجه غير انه بيكافئ ماتياس على شجاعته ودفاعه عن المملكه. وبنشوف في النهايه الحراس بيطلبوا مساعده ماتياس لانهم اكتشفوا اداه غريبه وفيها سحر من سحر الشياطين. فبيفتكر صاحبنا اللي قاله زاريدياس قبل ما يموت وبيقول ان دي مش النهايه وان اللي جاي عباره عن دمار. وهنا صاحبنا بيقصد الملخصات اللي جايه في القناه. وبس كده يا صاحبي، اتمنى يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه علشان ما يفوتكمش اللي جاي. تحيه من اخوك رضوان، سلام عليكم.